سبت شكوتي واركز في جسمي واحاول احس بقلبي، ولو انا محتاجة احط ايدي على قلبي عشان احس بيه اعمل كده، واسمح لنفسي اعترف لروحي انا موجوعة، انا بقيت قاسية، انا قفلت قلبي، انا غضبانة، انا كل الحاجات دي مع بعضيها. كلنا صعبان علينا نفسنا كستات من اللي بيتعمل فينا، فاسمح لنفسي احس بكل ده. وكل ده دي تفاصيل كتير، بس في اللحظة اللي احنا فيها دلوقتي دي اهم حاجة بالنسبة لنا ان احنا ناخد قرار في اختيار جديد من قلبنا لنفسنا، ان انا عايزة ابتدي اقدر نفسي، وتقدير النفسي بيبتدي باني اعترف لروحي ان انا موجوعة وغضبانة وحاسة ان انا مش عارفة اعمل ايه، وان ده اوكي معناها ان انا اقبل ان ده حقيقتي، واخد قرار ان انا عايزة ابطل ابقى ضحية اللي حصل. اتفرج ازاي انا بحاول اطلب من اللي قدامي عن طريق خوفي، اللوم والعتاب والشكوى. بيقولوا انا ضعيفة، الطريقة الوحيدة اللي برفه بيها عن نفسي اني اشتكي، الوم وعاتب. ابتدي خدي بالك ازاي انتي بطرق وهمية لانها مش جايبالك اي نتيجة، سامحة لنفسك تفضلي في موقف الضحية. فازاي موقف الضحية ممكن يطلعك من اللي انتي فيه؟ ما يقدرش. فاول حاجة انك تبتدي تعترفي لنفسك وتتفرجي على كل اللي انتي بتعمليه، ده هيساعدك تبتدي تفتحي قلبك لنفسك. مش هتفتحي قلبك ولا اللي بيعملوا فيكي ولا اللي انتي غضبانة منهم ولا لأي حد ما قدركيش، انت هتفتحي قلبك لنفسك النهاردة. ربنا معانا كلنا كستات، يساعدنا نفتح قلوبنا لنفسنا، ما نبقاش ضحية اللي اتعمل فينا واللي احنا لسه بنعمله في نفسنا. لو احنا بطلنا نعمله في نفسنا، اللي بيحصل لنا مش هيأثر فينا زي ما هو مأثر فينا كده.